السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله هناخد شرح الجرامر بالكامل للوحدة التاسعة. نبدأ بإذن الله. زي ما أنت كده شايف هنا عندك أنواع المستقبل. في 4 طرق للتعبير عن المستقبل. أول حاجة زي ما أنت خدت في الابتدائي في حاجة اسمها will WILL. ده بيجي المستقبل البسيط، بيجي بعديه فعل في المصدر. will plus infinitive، will فعل في المصدر بدون أي إضافات. النوع التاني am is are going to، بيجي بعديها برضو فعل في المصدر، بس طبعا لازم تجيب am أو is أو are. am مع I، is مع he وشي وإت، are مع you وزي. في نوع تالت اسمه am is are verb ing اللي هو المضارع المستمر، في تعبير فيه بيدل على المستقبل. في النوع الرابع ان انت تستخدم المضارع البسيط ويعبر عن المستقبل. I وزي بتحب الفعل زي ما هو، he she it بتحب الفعل بإس. طيب دول الأربع أنواع بس في الجرامر الوحدة التاسعة لطلبة الصف الأول الإعدادي. ما عندهم النوع التاني اللي هو am is are going to plus infinitive فعل في المصدر، يعبر عن أحداث مخطط له أو نية مسبقة. for example على سبيل المثال what are you going to do after school today؟ ماذا سوف تفعل بعد المدرسة اليوم؟ طبعا ده question. هجيب لك sentence جملة I am going to play. لاحظ كده ان am أو is أو are لازم تبقى قبل going to وبعديها فعل infinitive في المصدر. I am going to play tennis after school. سألعب تنس بعد المدرسة. طيب ده مخطط له أو نية مسبقة. طيب بتيجي لتنبؤات في مستقبل وقائمة على دليل. for example على سبيل المثال there are clouds، في سحب in the sky في السماء، وده دليل إنها هتمطر. it is going to rain. طيب هجيب لك مثال تاني it's really dark، هي مظلمة بالفعل. I think أنا أعتقد it's going to rain أنها سوف تمطر. هنشوف وهي في الكويشن بتتم ازاي. am is are إذا جت أول الكلام يبقى معناها هل. are you going to work hard؟ هل أنت سوف تعمل بجد؟ الإجابة yes they are أو no they aren't. طيب يبقى السؤال هنا بيتجاوب ب yes أو no. السؤال هنا بأداة استفهام مباشرة اللي هي بال WH اللي هي what where when زي ما انتوا عارفين، أو بعيلة H زي how many how much. طيب هنجيب أداة الاستفهام وبعد كده am is are كده subject فاعل كده going to plus infinitive. for example على سبيل المثال what are you going to do tomorrow morning؟ ماذا سوف تفعل غدا صباح الغد. what are you going to do tomorrow morning؟ الإجابة I am going to travel to أسوان، سأسافر إلى أسوان. طيب عندي الجرامر التاني اللي في الوحدة التاسعة، جدول الضمائر الشخصية والمنعكسة. طبعا ده اتاخد في 6 ابتدائي. عندي I أنا، هي هو، she هي، it هو وهي لغير العاقل، they هما، we نحن، you أنت، وطبعا في you أنتم للبلورال الجمع. هنا ما يهمني اللي هو العمود الأخراني ده I myself. أنا لما يجي أنا في الجملة لازم تجيب لي myself في الآخر، يبقى ضمير المتكلم I، يبقى I أنا I do my homework، أنا بعمل الواجب by myself بنفسي، يبقى لما يجي لك I يبقى myself. طب he does his homework، وهو يفعل الواجب بنفسه by himself، يبقى he himself. she herself بنفسها، it itself، they أو أي جمع themselves، we ourselves بأنفسنا، you أنت yourself، you كجمع yourselves. طيب يستخدم الضمير المنعكس عندما يكون المفعول والفاعل واحد. أهو he bought هو اشترى himself اشترى لنفسه اشترى لنفسه إيه؟ a shirt. طيب she looked at herself هي نظرت إلى نفسها in the mirror في المرآة. هالة cut herself جرحت نفسها when she was peeling the potatoes عندما
هي كانت تقشر البطاطس. I don't want you to pay for me. أنا لا أريد أن تدفع لي. I'll pay for myself. سأدفع لنفسي. طيب. يستخدم الضمير المنعكس للتأكيد ويأتي إما بعد الفاعل أو بعد المفعول. For example على سبيل المثال I myself did the job. لقد فعلت الوظيفة بنفسي. I did the job myself. طبعا انت كده ايه ممكن تجي ايه بعد الفعل او بعد الايه الاوبجكت المفعول. Who mended your bike. من اصلح دراجتك. Nobody لا احد. I repaired it myself. طيب يستخدم الضمير المنعكس بعد باي بمعنى بمفردي او بدون مساعدة. I went to the cinema on my own. يعني alone. أنا ذهبت إلى السينما بمفردي. Do you go to school by yourself؟ يعني alone. هل أنت تذهب إلى المدرسة بنفسك؟ يعني بمفردك. He lives on his own. هو يعيش بمفرده يعني alone أو by himself. على كده هنشوف الأسئلة. choose the correct answer from A, B, C or D. The birds الطيور sleep تنام in caves to protect علشان تحمي ايه؟ احنا قلنا اي جمع سواء عاقل او غير عاقل هيجيب بقى ايه؟ ها itself themselves ourselves yourselves. ها الجمع ايوه very good themselves. number 62 طبعا هو مكمل للمفردات. سارة هذا جاكيت. عندها جاكيت to keep. سارة لتحمي نفسها من ايه؟ ان هي تبقى دافئة. يبقى سارة بنت هتبقى هير سيلف ولا ماي سيلف ولا يور سيلف ولا هيم سيلف. طبعا سارة او شي هيجي معاه هير سيلف. اللي بعده السؤال اللي بعده يو دونت درايف. انت لا تقود ذيس كار. انت لا تقود هذه السيارة. هي تقود نفسها. طبعا ات هي ترجع على هيم سيلف ولا ات سيلف ولا يور سيلف ولا ماي سيلف. ات هنا تخلي بالك من الجملة مش يو. ات اتسيلف. السؤال اللي بعده not going to travel home by bus after school. طبعا ده question والسؤال ذكر في الايه الورك بوك. you are do you are you you have. احنا عرفنا ان going to متخصصة مع am و is و are. يبقى هنا مادام ده question يبقى لازم تيجي are you الاول. اولا الاولى مستبعدة. ليه؟ لانها هتيجي مع جملة. تانية do you واستحالة do بتحب الاي ان جي. ويو هاف برضه بتيجي مع جملة. يبقى كله مستبعد ما عدا are you. السؤال اللي بعده what are you going to. هنا حدد الجرامر بتاعك. going to بتحب الفعل زي ما هو we're wearing were wears. going to ايوه we're. السؤال اللي بعده نقط ريم going to go trekking this afternoon. أنا عايزها الريم ستذهب أو سوف تتجول في الفترة ما بعد الظهيرة. مادام في going يبقى أنا هجيب يا am يا is يا are. هل هتنفع will؟ لا مش هتنفع طبعا. does تحب الفعل زي ما هو ده going. has مش هتنفع. is am is are بتيجي مع going to. I didn't buy this cake. أنا لا أستطيع أو أنا لم أشتري this cake هذه الكيكة. I made it أنا صنعتها بنفسي. himself herself yourself myself. بدم في I يبقى myself. my sister and I like taking photos. أختي وأنا. وخلي بالك المتكلم هنا جمع لأن بيقول أختي وأنا وبيتكلم إيه عنه وعن أخته. أختي وأنا بنحب taking photos نلتقط صورا of نقط when we go out عندما نحن نذهب إلى الخارج. طيب herself عشان أختي طبعا لا لأن في I. themselves ourselves yourselves. أختي وأنا عملنا الحاجة بأنفسنا يبقى ourselves. يبقى هنا my sister and I هنا بتساوي كأنها we. what are you نقط do next week. ماذا أنت سوف تفعل الأسبوع المقبل. what are you going to ولا going ولا go ولا go to. am is are عايزة going to. if you are hungry لو أنت جعان make نقط ساندويتش.
اصنع لنفسك ساندوتش. himself itself yourself myself. اصنع لنفسك يبقى yourself. يبقى اعرف الفعل الامر هنا، فعل الامر اصنع، انا بامر واحد يبقى yourself على طول. يبقى هنا بتساوي الامر بيساوي you. tomorrow غدا we not try. tomorrow اعرف ان كده في future مستقبل. we not try windsurfing هنحاول ونجرب ركوب الموجة in the morning في الصباح. اس بي يعني طبعا student book كتاب المدرسة. يبقى هنجيب going to ولا are going ولا going ولا are going to. هي القاعدة اسمها ايه؟ am is are going to. طيب يبقى كده دي. is سامي going to not this book. حدد الجرامر ادي is ودي going to. كده اللي فاضل infinitive فعل في المصدر. going to read going to reading going to reads going to read. طبعا استحالة مستبعد to وبعدها to تاني. و reading فعلا going to هنا فعلا جي مستبعد، و going to ما بتحبش الفعل باس، ما فاضلش الا going to infinitive فعل في المصدر. who not going to cook your meal this evening. من سيطبخ وجبتك هذا المساء. تعال بقى نكون السؤال بتاعك. is going to، طب ما فيش فاعل لازم يجي فاعل. is he is he. لده خلي بالك ان ده question يبقى لازم تعمل لي is he الفعل المساعد، يبقى كده ايه subject الفاعل. هنا وصلنا للأسئلة بتاعت read and correct the underline words. الأسئلة الكتابية كده. هنقرأ بقى السؤال. I am going to try rock climbing next weekend. دي قاعدة ايه؟ going to. يبقى هي اسمها من اسمها اهو. اسمها ايه؟ going to. G O I N G وبعد كده to. طيب يبقى كده حددنا الجرامر بتاعك. great we are going to having. ايوه احنا زي العربي بالظبط، زي ما انت بتيجي تعرف كده لازم تشوف الكلمه ما قبلها، بس الانجليزي تشوف ما قبلها وما بعدها، بس في المسائل دي ما قبلها. going to بتحب الفعل زي ما هو يبقى ايه؟ have. يبقى have H A V E. طيب will you going، هل going بتحب will؟ لا طبعا دي قاعده ودي ده جرامر وده جرامر. will دي سوف بتحب الفعل زي ما هو، بس going بتحب am is are. am you ولا is you ولا are you؟ طبعا هنقول are you. اهي are، يبقى انا عملت التصويب هنا are. طيب نمبر 4 you are going to have a party this weekend، وهنا question. طيب يبقى انا هنا هعمل are you. نمبر 5 I can't walk very well because I hurt himself. أنا لم أستطع أن أمشي جيدا لأن أنا جرحت نفسي. يبقى I myself. I myself. نمبر 6 the children put on. الأطفال وارتدوا الهاتس القبعات to protect يحموا. الجمع هنا جمع غائب يبقى مش اور سيلفز، هتبقى زم سيلفز. يبقى زي بتجيب زم سيلفز، او الجمع عموما بتجيب حتى لو غير عاقل بتجيب زم سيلفز اهو. زم سيلفز انفسهم. نمبر 7 we will look at هم نحن سوف ننظر الى او نظرنا الى انفسنا. يبقى we الضمير المنعكس بتاعه أنفسنا. طب كلمة أنفسنا إيه؟ we ourselves. we ourselves. نمبر 8 my little brother أخويا الصغير enjoy it yourself. طبعا ده بديل لكلمة he، فيجي معاه أخويا الصغير استمتع بنفسه. يبقى هنعمل himself. HIMSELF. طيب نشوف السؤال اللي بعده. هدى going to. طبعا مادام كتب هدى سوف تتصل بأمها، لا اسمها am is are going to. طبعا هدى she بيجي هنا is going to GOING وبعد كده كلمة to. آخر سؤال هاني isn't go to go diving tomorrow. طبعا am is are going
to فيتعمل G O I N G going to. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا. أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا معانا. اوعى تنسى تعمل اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، واشوفكم في حلقات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.